ريال مدريد مثل العادة بيكتسح. جود بيلينغهام بيفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في أوروبا للعام الماضي، وكيليان مبابي بيفوز بالحذاء الذهبي في دوري أبطال أوروبا في العام الماضي، والفيني أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا في العام الماضي، وروديجير بيفوز بأفضل مدافع في أوروبا في العام الماضي، كارفخال يفوز بجائزة لاعب فريق الموسم في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وريال مدريد أفضل نادي في العام الماضي وفي التاريخ. وبالنسبة لجود بيلينغهام راح يكون أساسي في مباراة الغد أمام شتوتغارت بدوري أبطال أوروبا، وراح تشوفوا هذا الثلاثي في المباراة غدا. وبالنسبة لإبراهيم دياز ما راح يكون موجود في مباراة شتوتغارت بسبب الإصابة. ديفيد ألابا يواصل عملية تعافيه من الإصابة. فابريزيو رومانو ريال مدريد يراقب وضع أرنولد مع ليفربول في العام المقبل. فابريزيو رومانو ريال مدريد يريد التوقيع مع ألفونسو ديفيز مجانا في الموسم القادم. إندريك بعمر 18 سنة بيعلن زواجه، وأنا صار عمري 39 سنة ولهسه ما تجوزت. يا أخي الدنيا حظوظ والله حظوظ. وبالنهاية وكالعادة هلا مدريد.